بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جديد وفيديو ونشاط وحيوية وطاقة ايجابية جديدة، ويلا بينا نسمي بالرحمن ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على فيديو النهارده بقلب جامد. ويا ريت ما تنسوش تحطوا لي لايك للفيديو واشتراك لو لسه اول مرة تشوفوني. كل اخواتي وحبايبي بحبكم في الله، الله يسعدكم ويكرمكم ويرضي خواطركم، بحبكم في الله. عيشوا معايا احداث اليوم وهنصلي على الحبيب المصطفى وندخل دغري سريعا على المطبخ. والموضوع مادام في عجين يبقى هنتشمر على دايرنا ونقول يا هادي. هنصلي على الحبيب المصطفى. معايا كده معلقتين خميره، بعد ما فضيت الكيس كده قلت اما اختبر الخميره الاول لان كنت شاكه فيها بامانه، لكن ما شاء الله لا قوه الا بالله. حطيت معلقه سكر وشويه ميه دافيين اقل من دقيقه ولقيت تفاعل في الخميره هتشوفوه بعينكم. مجرد بس ما طلعت العجان لقيت تفاعل في الخميره ممتاز. تمام، فكده اطمنت وارتحت من ناحية الخميرة. طلعت العجان بتاعي. الدقيق ده انا كنت نخلاه وكنت جايباه عشان اعجن شوية يا قرص يا عيش بأمان الله، بس الجو حر حرارة فظيعة. فابو عمار قال لي بلاش تقعدوا قدام الفرن واعملي حاجات سريعة النهاردة. قلنا بقى هنعمل لنا بيتزيتين كده نتغدى بيهم. انا عندي اللحمة متعصجة في التلاجة كنت عاملاها معاكم، وكمان كنت غالية لبن من بالليل، قمت الصبح لقيته قاطع زي ما انتوا شايفين، والحاجات كلها ميسرة لعمل البيتزا. قلنا يلا على بركة الله. حطينا قيمة كيلو دقيق في العجان، والخميرة بتاعتنا هي تفاعلت، وحطينا كمان ادي اللبن الرايب، وهنحط كمان قيمة ربع كوباية زيت زيتون من اللي عندنا بقى اهو، وشوية ملح، وهنعجن. وحطينا كمان معلقتين زعتر، ايا كان الزعتر اللي عندك ايه. الزعتر في العجينة بتاعت البيتزا بيديها جمال ما اقولكوش. اهو انا ما حطيتش بيكنج باودر ولا اي شيء غير المكونات اللي انا حطيتها قدامكم. حابين تحطوا ربع معلقه بيكنج باودر حطوا. بصوا الجو حر، واي معجنات اليومين دول في اقل من ربع او نص ساعه بتلاقيها خمرانه وزي الفل. العجينه هنا لا هتكون بتلزق شويه بساط كده، لكن حلوه. تمام اهو. حسيت ان هي محتاجه تتعجن شويه كمان لما لحد ما البوله بتاعت العجان تتلم بقى وتنضف زي ما انتوا شايفين كده من العجينه اهو. بالصلاه على النبي. شويه اللبن الرايب بقشطتهم بحالهم بمحتلهم، حاجه كده في العجينه. الله اكبر الله اكبر. يعني بصوا اللبن الرايب في العجين غير الزبادي خالص. الزبادي معروف ان بيكون فيه خميره وريحه الخميره بتكون باينه فيه، لكن اللبن الرايب الطبيعي سبحان الله بيكون له طعم وريحه تانية خالص في المعجنات. غطيتها زي ما انتوا شايفين، حطيت على وشها بس قيمه معلقه زيت زيتون فقط لا غير. ابو عمار هنا جزاها الله عنا كل خير بصراحه، شد لي هنا السلوك بتاعت المنشر. هو كان فيه حبال بس من العاديه، اول ما الشمس خبطتها مره واتنين لقيتها رخت وبدات تدلدل الغسيل كده. لكن دي سلوك معدن مطليه بماده بلاستيك، ما بتصديش على الغسيل، بتمسحيها بتكون زي الفل. هتشوفوها دلوقتي عن قرب، حلوة جدا جدا غير السلوك المعدن اللي احنا متعودين عليها. مجرد ما الدنيا تشتي عليها او الهدوم تكون محطوطة مبلولة مية عليها، بعد ما بتشيليها بتقوم مصدية على طول اول ما بتتعرض للهواء بعدها. لكن النوع السلوك ده كويس جدا. شدلي بقى كام حبل كده محترمين. احنا بدأنا بالعجين عشان عما يخمر اكون انا بقى نشرت كده الغسيل وظبطت الدنيا حواليا. اللهم صل عليك يا نبي. الواحد بيقوم الصبح بيقول البيت رايق ومش ورايا شغل النهارده كتير، والدنيا رايقه وهاديه وناديه، واول ما بيحط ايده في شغله بيلاقي شغله تجر شغله، واليوم كله بيخلص في الشغل. الله المستعان. ربنا يا رب يعن على بيوتنا ويعن على تربيه ولادنا جميعا يا رب، اللهم امين. احنا بنحاول ننجز يا ابو عمار قبل الشمس ما تلحقنا هنا، لان الجو كان حر حرارة غير عادية. البلكونة دي الشمس بتخبط فيها يعني هنقول نص ساعة او ساعة بالكتير وبتتضير على طول اهو. الشمس كانت حامية لدرجة ان انا كل ساعة او كل نص ساعة بحط على دماغي مية، ما كنتش طايقة. شايفين هدومي غرقانة مية. قبل ما ننشر هدومنا كده هنمسك الشباك نديله تنفيضة محترمة بالفرشة، ونمسك الحيطان كمان نهبها كده بالمقشه كده لو في عفر او اي اتربه نشيلها.
الموضوع مش مستاهل ان انا اجيب المكنسة واشفط. البلكونة دي على شارع فرعي، فعشان كده هتلاقي فيها العفر والبهدلة شوية، مش على شارع رئيسي يعني. اهو هنمسك الدرابزين كده نكنسه الاول بالفرشة، وبعد كده هجيب فوطة مندية بشوية مية وامسح الدنيا دي كلها، وارجع اعيد عليهم تاني بمناديل ألمع بقى الاستانلس. خلي بالكم الحرف اللي هو بتاع الرخام من تحت بيكون شابط فيه مثلا عنكبوت، مركز فيه شوية رماد شوية عفر. فمسكت البلكونة النهاردة بصراحة شنتفتها شنتفة. اللهم صل عليك يا نبي. اهو هنكنسها بقى ونلم الرماد اللي هيطلع منها، ونجيب بقى شوية كلور وشوية والشرشوبة كده ونمسحها ونطوقها. مش مستاهلة خالص غسيل لان هي نظيفة، هي محتاجة تطويقة بس. ايوه اللهم صل عليك يا نبي. حلو قوي كده، 100 فل و10. هنسيق بقى تسييق حلو كده. اللهم صل على النبي. الله ينور عليك يا حاجة حنان، ربنا يديك الصحة. كل نص ساعة حط على دماغي شوية مية. اللهم صل على النبي. هنخلص مسحان في البلكونة، وهنجيب برضو فوطة مندية بشوية مية وشوية معطر. تمام. ونمسح بقى الدرابزين الرخام ده كله داير داير. وهمسح كمان الدرابزين الاستانلس، بس مش هنحط اي اضافات غير المية او شوية مسحوق على المية، لا كلور ولا كلوروكس يتحط عشان الاستانلس ما يتفاعلش معاه ويتاكل. طبعا ده تنبيه من الشركة اللي كانت مركبالي الاستانلس، لا تمسحي بكلور ولا بفلاش ولا بمية نار ولا بالحاجات اللي اللي هيجيب مية النار هنا يعني. مش عارفة، المهم ان هما بينبهوا علينا يعني. اي منظفات من اللي هي القوية اللي بتحرق بلاش على الاستانلس. هو شوية مية بشوية برسيل جل بشوية دوني بأي حاجة تمسحيها، وبعد كده منديل ورق او فوطة ناشفة، وبتبدأ ان انتي تمسحيها تاني عشان تلمعيها كده وتكون شكلها حلو، ما تكونش مصيرة كده او شكلها مش حلو، هتشوفوه دلوقتي. ومسكت الحبال كمان مسحتها. طبعا انا مشغله الغساله من بدري، هو يوميا الغساله شغاله يعني، تقريبا الغساله ما بتفصلش. بصوا هنا، اول ما بمسحها بالورق بمنديل الورق او بورقه حتى بيضه، ورقه من كراسه، ورقه جورنان، اي ورقه عندك، ورقه كتاب قديم بتلمعي بيها بتكون حلوه جدا. الورق للاستانلس بيخليه يلضي وبيخليه كده يلمع. اهو هوريكم كده عن قرب كمان، غير الفوط تماما يعني. حتى لو جبتي فوطة ناشفة وبدأت تمسحي بيها مش بيديكي نفس اللمعة بتاعة الورق. اللهم صل على سيدنا النبي. بدأت امسك الحليات كلها برضو بنفس الطريقة. هننشر بقى اهو، ما شاء الله لا قوة الا بالله. انا بشكر كل اخواتي وحبايبي اللي ثقتهم فيا غالية جدا، يتواصلوا مع ام خالد. الله يجازيكم عنا وعنها كل خير يا رب، ويرزقكم ما تتمنوا، اللهم امين. ده عشمي في كل اخواتي لما اعلن لهم على حاجة حلوة وناس عايزة تشتغل بالحلال، دايما واقفين معايا وفي صفي. فربنا يا رب يكرمكم ويجازيكم الله عنا كل خير. ما شاء الله. ايوه كملي يا حاجة حنان، كملي. شايفين هدومي عامله ازاي من الميه اللي كل شويه برشها على راسي، كل شويه ارشها على راسي. اللهم صل على سيدنا النبي. اللهم صل على سيدنا النبي. هننشر بقى. عم خلصت نشير يا حبايبي ودخلت اشوف العجينه، لقيت العجينه اللهم صل على سيدنا النبي حاجه كده تشرح وتفرح، حاجه كده تشرح وتفرح. اللهم صل على النبي. هننشر بقى هدوم ابو الابرياء يعني. احنا بصوا الغيارات دي ما بتبطلش طول النهار، الصغار بيغيروا 5-6 مرات والكبار 5-6 مرات يعني. الله يكون في عين الغسالة واللي بتغسل.
ربنا يعيننا جميعا يا رب. صراحة انا ما عدتش بحب اركن هدوم، يعني كنت الاول ممكن اركن هدوم كل 3 ايام، اركن هدوم كل يومين، بس دلوقتي يوميا في غسيل. ربنا يعيننا يا رب ويدينا الصحة. خلصنا نشير، لسه في دور بس اللي هو الغامق بناطيل، سيبته بقى براحته كده، ورضوى هتنشره. وانا قلت اما ادخل بقى شميت ريحة العجينة اصلا وانا داخلة، فما شاء الله لا قوة الا بالله. زي ما قلت لكم الدنيا حر والخميرة بتتفاعل في الحر، وبصوا واللبن الرايب كمان، يعني ريحة العجينة كانت جايبة التايه. والزعتر بقى ما اقولكوش. عندي هنا فلفل رومي هنقطع شوية، وعندي جبنة، وعندي كمان عندي كمان يا بنتي حنان زيتون مخلي. هقطع بقى العجينة زي ما انتوا شايفين، هعملهم 3 كبار، 3 كبار حلوين. والله العظيم احنا اتغدينا بواحدة بس، ما شاء الله لا قوة الا بالله. والله العظيم العجينة تحفة التحفة، تحسوا كده ان هي كأنها كيكة. انا بحب القوام بتاع العجينة بتاعة البيتزا يكون يعني عشان العيل اللي ياخد حتة يشبع منها. واخدين بالكم؟ شايفين الزعتر؟ ريحة الزعتر في العجينة تحفة. مش متحملة ايدي والله العظيم، العجينة ما متحملة ايدي. الصينية دي اكبر صينية في ال3 صواني، ما شاء الله لا قوة الا بالله، اللي هما بيكونوا 3 صواني ورا بعض مقاسات مختلفة. اللهم صل على سيدنا النبي. هنبدأ نحشي الاطراف. وافتكرت هنا ان انا كنت هعمل كله بالجبنة بصراحة. افتكرت هنا ان انا عندي كيس لحمة متعصج في الفريزر، يعني انا لو فاكرة من الصبح كنت طلعته من ساعة ما عجنت، لكن انا هنا افتكرته. انا كنت هعمل كله بالجبنة والله العظيم، والفلفل والزيتون، وخلاص على كده. قلت لرضوى طلعيه وحطيه في الطاسة على نار هادية، وهو هيفك مع نفسه وهيكون زي الفل. لحد ما افرد العجينة كده واظبطها هتكون الامور تمام. هنعمل ايه بقى؟ هنمسك الشوكة ونعمل فتحات في العجينة عشان ما تقبش معانا اهي. حلو قوي، اللهم صل عليك يا نبي. وعشان برضو تطعم الخضار والحاجة اللي انت هتحطيها. عندي هنا كاتشب، ممكن تشوي حبيتين طماطم كده وتتبليهم وتحطوهم عليها مكان الكاتشب او الصلصة. يعني تاخدي حبيتين طماطم حلوين وتشويهم، تحطيهم في الفرن على درجة حرارة هادية. ممكن تلفيهم كمان في ورقة فويل كده برشة زعتر معاهم، وبعد كده تطلعيهم تضربيهم بالهاند بلندر او في الخلاط وتحطيهم مكان الكاتشب. لكن انا عندي كاتشب، فقلنا ايه الدنيا حر وعايزين ننجز في وقفة المطبخ بصراحة، يعني الحمد لله رب العالمين. ادي كيس اللحمة المتعصجة، بس يا دوبك انا فكتها على النار، هي مستوية وزي الفل. هبدأ ان انا احطها بقى ايه على وش العجينة زي ما انتوا شايفين. هوزعها اهو، الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. هعمل 2 باللحمة و1 بالجبنة ليا انا بحب الجبنة بصراحة في البيتزا. الابرياء الصغار حواليا رايحين جايين، ربنا يهديهم يا حبايبي، زهقانين من الحر. الصلاة على النبي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. فلفل، زيتون. بص حشوة البيتزا دي اللي انت عايزاه حطيه، الاكل الطعم اللي انت حباه والمتوفر عندك حطيه. حتى لو عندك فراخ مثلا، حتة صدر فرخة كده فايض من طبيخ مرة ولا حاجة، وعندك في التلاجة، ممكن تقطعيه مع حباية طماطم وقرنين فلفل وتشوحيهم بشوية بمعلقة سمنة وتحطها على وش البيتزا. شايفين دي برضو المقاس ده حلو جدا. اللهم صل عليك يا نبي، ما شاء الله لا قوة الا بالله، بالصلاة على النبي. وريحة زيت الزيتون مع الزعتر يا جماعة بقول لكوش، احنا من زمان ما كلناش بيتزا، من زمان. بس قلت ما افرح بقى العيال النهارده واخلي البيت كده فيه ريحة بركة. انتوا عارفين انا بالنسبة لي ريحة الخبيز والمعجنات والحاجات دي كلها في البيت بركة بركة. ادي بقية اللحمة هفردها. هحط بقى باقي الخضار اللي عندي كله على الصينية دي.
وهننزل نسويه بقى في الفرن اللي تحت. ما شاء الله لا قوة الا بالله. اللهم صل عليك يا نبي، اللهم صل عليك يا نبي. اهو الصلاة على النبي كده تمام التمام. انا مش عارفة كيس البيض ده مين اللي جايبه بصراحة. يعني من اول الفيديو وانا لسه واخدة بالي منه في التسجيل، انما انا ما خدتش بالي منه في الحقيقة يعني. في التصوير. نزلت بقى الفرن تحت زي ما انتوا عارفين. الفرن ده هيطلع بقى فوق خلاص عشان المدخل يخلى كده، عشان زبايننا الحلوين اللي بيشرفونا. مسكت بقى المدخل كنسته وهمسحه مسحة محترمة. ما هو انت تشغلي الغسالة تفضلي توري حوالين الغسالة، تشغلي الفرن تفضلي توري حوالين الفرن، ما تعمليش حاجة وتقعدي جنبها تلالي. ما انا زي ما قلتلك احنا يا دوبك بس بنقول يا هادي في الشغل، بنلاقي شغلة تجر شغلة تجر شغلة، اخر النهار بتكوني قاعدة همدانة من كتر الشغل اللي انت اشتغلتيه، وانت صاحية الصبح على امل ان مفيش شغل. هقوم الصبح اعمل غدانة ومزاج ابويا 100 فل وعشرة. بص تلاقي اليوم كله راح. الحمد لله. هنرش شوية مية كده بما ان احنا في المدخل، بس هما شوية بوصات كده يعني يطروا بس على البوابة. وهدخل بقى اشوف اللي في الفرن. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. عبودة كان عايز يمسك الخرطوم يرش، قلت له لا ده احنا مش مطولين. ادي اول واحدة خلصت اهي. صلاة النبي احسن. صلوا على الحبيب المصطفى. سفنج حاجة كده هشاشة، يعني اجمل من الكيكة واطعم من البسبوسة. الصلاة على النبي علي. انا بحب احمر وش البيتزا شويه. في ناس تقول لي لا خلي وش الجبنه يا دوبك ياخد لون بسيط بتكون اطعم، بس انا بحب. بصوا يا جماعه الاكل اذواق، يعني انا بحب اديها اللون الحلو اللي انتوا شايفينه. حاسه لو هي طلعت بيضه مش هعرف اكلها. طلعت واحده وحطيت التانية، خلي بالكوا ده انا شاطره خالص. ها اقعد جنبها بقى لما تطلع؟ لا، حطيت واحدة وكنست المدخل وحطيت التانية وسيقت المدخل. شاطرة شاطرة وشملولة، شاطرة وشملولة. اهو بالصلاة على النبي، بالصلاة على النبي. ايوه امال ايه. هخلص بقى واقفل الفرن واشغل المروحة في قلب المدخل يخلي الدنيا ايه فلالي. الصلاة على النبي كده 100 فل وعشرة. اديت عمار يكب الميه وانا بقى اتابع الحاجات اللي في الفرن. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي عليك يا محا يا عسل. تعالوا كده اما اوريكم شكل البيتزا عن قرب، واوريكم هشاشة وجمال. اللي على هدومي ده ميه يا جماعة، اللي على هدومي ده ميه. الطرحة مبلولة ميه. شوفوا سفنجة والله العظيم حلوة حلاوة، وريحة اللبن الرايب فيها ترد الروح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصلاة على النبي، الصلاة على النبي. هوريها لكم بقى فوق اهي. ما شاء الله. خلاص العيال بيتزا استنوا لما تبرد. لا يا ماما قطعي. هوريها لكم دلوقتي حبايبي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. التسوية بتاعتها ممتازة، كل حاجة فيها مستوية إلا العجينة، فهي يا دوبك بتاخد وقت العجينة فقط. يعني كل الحاجة اللي انت حطاها ما بتحتاجش سوا. شوفوا الأرضية عاملة ازاي. الله، اللهم صل عليك يا نبي. يا جماعة مش أي ولا زي اللهم صل عليك يا نبي. افضلي مدحيلنا بقى في الحاجة اللي انت بتعمليها واحنا بنعمل أحسن منها. والله انتوا زي العسل، بس انا لازم اشجعكم على اعمال الحاجه واقول لكم شوفوا الجمال وشوفوا الحلاوه، رغم ان انت لو عملتها في بيتك ممكن تطلع احلى واجمل من كده. وبالف هنا وشفا وتسلم ايديكم مطرح ما يسري يمري.